طبعا مقارنة يغيب عنها أيضا توغاي وبلايلي، ولكن هناك فرصة لكين سيما السويدية داخل منطقة الجزاء. حذاري من هذه الفرصة، حذاري من أول لقطة خطيرة للمنتخب السويدي، حذاري من الانطلاقات. شوف كيف تقدم كين سيما، كيف راوغ وكيف على ملعب ستراوبيري أرينا. وصلت لرياض محرز، لكن في راية، في راية على المنتخب، في راية على رياض محرز. حسام عوار، هذه فرصة للمنتخب الجزائري، تمرير على الجهة اليسرى لبن رحمد، عرضية داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة للمنتخب، تصويبة ممتازة، ممتازة الفرصة وخطيرة من حسام عوار. التسديدة ابتعدت عن مرمى فيك، خطيرة على الجهة اليسرى، فرصة وعرضية داخل منطقة الجزاء، تمهيد بعد ذلك والهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب السويدي. كان سيما قلت حذاري من الكرات التي تأتي على الأطراف، خطأ وهفوة دفاعية تكلف منتخبنا الوطني هدف أول في المباراة بعد مرور ربع و14 دقيقة. إذا كان سيما لاعب بافوس القبرصي يدون أول أهداف المباراة. وحسرة عيسى ماندي، سنشاهد الإعادة كيف تلقى الخضر هذا الهدف المباغت في الوقت الذي تحدثت عن سيطرة للمنتخب الجزائري. شوف الكرة جاءت من برناردسون، ثم بعد ذلك من لارسون جوردن، تمهيد جاء من جوردن لارسون امام رقابه او غياب الدفاع الجزائري. شوف من اين اتى كين ياسين العياري في القائمه الاول، يتحرك بشكل ممتاز هذا اللاعب كين سيما. شوف كيف يمر في رايه، في رايه، في رايه، نعم في رايه، في تسلل، في تسلل على لارسون او على ياسين العياري لاعب برايتون، لاعب من اصول تونسيه المستوى العالي. بينما هنا رياض محرز بكره لو مررها على ذلك لريان، امامه ثلاثه ولاعبين اثنين، يتمكن ريان المرور، ريان امام لاعبين ثلاثه ويتحصل على ركنيه. السويدي يعتمد على خلق وسط الميدان. شوف الضغط من امين غويري، يضطر الحارس لابعاد رياض. حذاري هذه العرضيه ممتازه الى ركنيه، وفي ثاني فرصه له في المباراه سجل هدف. هشام بوداوي وصلت لامين، يتحصل على المخالفه هشام، نعم وليس امين. كان سيما هفوه دفاعيه صراحه كان يمكن ان يتجنبها المنتخب الجزائري. عرضيه منفذه في القائمه الاول، ممتازه الراسيه، يا السلام على هذه الكره من ريان، لم تمر بعيدا عن مرمى فيكتور جونسون. جازات على الساحه الاوروبيه، نائب بطل العالم في 58، ولكن منتخب محترم يملك لاعبين يلعبون في دوريات اوروبيه كبيره، حتى وان لم يكن يملك نجوم في بعض فترات. الركنيه منفذه، موندري بالقدم اليمنى والعياري بالقدم اليسرى، ممتازه، ممتازه من انطوني موندري، ردة فعل مثاليه من حارس المنتخب الجزائري علي فارسي. العرضيه التوزيع داخل منطقه الجزاء يسرى، كين سيما هذا خطير، خطير كين سيما. العرضيه الارضيه اسماعيل بن ناصر، ولكن ايرفي روميل المراوغه. عادت سويديه، حذاري داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه يجب ان يعود المنتخب. تصويبه المنتخب السويدي من هناك على الجهه اليسرى. كره اخرى داري رامي بن سبعيني ومخالفه يقول روبرت هيرفي. شوف كيف المنتخب السويدي يلعب، ودائما ننتظر مثل هكذا هجمات من امين غويري. افضل لاعب لحد الان في هذه المباراه صراحه، خاصه من جانب المنتخب السويدي. الى الركنيه ولا ضربه مرمى، ضربه مرمى يقول الحكم. الوضعيات خاصه في الاشواط الثانيه، نتمنى ان يتحسن اداء المنتخب وان تكون قراءه جيده ايضا لاحداث هذا الشوط الاول. فرصه وحيده لحدنا للمنتخب الجزائري، او نقول فرصتين ممتازه من بن رحمه. عادت لرياض الخضر في تاريخ اللقاءات ضد منتخبات القاره العجوز. رامي بن سبع على الجهه اليمنى، داري من هذه الفرصه يتقدم كين سيما، كين سيما بالقدم اليسرى على الهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب السويدي
مجددا كين سيما يظهر امام فرحة المدرب توماسون. هدف ثاني ومن هفوة دفاعية كلفت المنتخب الجزائري هدفا ثانيا، وحصلت اسماعيل بن ناصر. اذا سيما كان كرة جاءت بهذا الشكل، التمريرة شوف لوحده كان سيما يراوغ بالقدم اليسرى ثم يصوب بالقدم اليسرى او باليمنى. وهدف ثاني للمنتخب السويد. محاولة أخرى للمنتخب الجزائري داخل منطقة الجزاء، دي فرصة مخالفة يقول الحكم من الهجمات المرتدة السريعة. ولكن متسلل بيرهاردسن، متسلل نعم. الراية كانت واضحة على ياسين العياري، واضح كان. سعادة لهشام، التصويبة ممتازة المحاولة، خطيرة من هشام بوداوي من بعيد، صوب محاولة. ثم عدنا بعد ذلك وانتصرنا. إذا أمام منتخب جنوب افريقيا ايضا. عادت لبنجامين نيغران، استخلصت هذه الفرصة. رامي بن سبعيني في القائمة الثاني، وغويري طريق بالرحمة منفذة في القائمة الأول. هذه الفرصة عادت لعوار، ممتازة إلى الركنية. منتخب يضغط في هذه اللحظات، ممتازة لسيفنسن داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة وكرة سويدية، كرة خطيرة، الطيرة مرة أخرى على المنتخب السويدي، وكرة ياسين العياري وحده. ياسين نتمنى أن الأول نتمنى أن نحد من خطر هذا اللاعب طبعا اللي سجل هدفين من خطورة المنتخب السويدي. ويرى المنتخب الجزائري هشام بوداوي يبحث عن مرور عن عرضية، وداعت من السويدي، يتحرك بشكل ممتاز ويريد أن يدخل بقوة في هذا الشوط الثاني. العياري يحصل الحد، يتدخل. ركلة جزاء للمنتخب السويدي. تحدثت عن الهفوات الدفاعية للدفاع المنتخب الجزائري وموندريا لكرة السويد. والهدف السويدي الثالث من علامة الجزاء كين سيما. إذا يسجل الهدف الثالث له شخصيا والثالث طبعا في المباراة للمنتخب السويدي. صارت النتيجة 3-0، صارت النتيجة ثقيلة شوية على المنتخب الجزائري. طبعا السيناريو الذي لم نكن نتمنى أن يسجل المنتخب السويدي مع بداية الشوط الثاني، لنرى طبعا ردة فعل العناصر الوطنية. أصل المنتخب الجزائري هذه إعادة ثانية لهدف كين سيما بهذا الشكل. على الجهة اليمنى وفرحة المدرب توماسون، طبعا المدرب الشهير. قلت لي شارك في المباراة الماضية أمام المجر وفاز بها المنتخب السويدي في معقل المنتخب المجري. الضغط على المنتخب الجزائري في مناطقه والاستخلاص، استخلاص الكرة تحت الضغط واستغلال أخطاء لاعبي المنتخب الجزائري الذين يضطرون ارتكاب مخالفة ليست ببعيدة عن مرمى موندريا. التصويبة والهدف الرابع، الصويبة والهدف الرابع للمنتخب السويدي. ساليتروس رابع أهداف المنتخب السويدي، هدفان في ظرف 10 دقائق لمصلحة السويد من مخالفة مباشرة نفذت بطريقة ممتازة في منتهى الروعة. هذا الهدف من أنطون ساليتروس، وحصلت طبعا مدافعي المنتخب الجزائري وفرحة سويدية هنا على مدرجات الملعب، ملعب ستراوبيري. شوف بهذا الشكل بالقدم اليسرى فوق الجدار، هدف جميل بتصويبة متقنة في منتهى الروعة. أيضا هدف رابع للمنتخب السويدي. صارت النتيجة ثقيلة على المنتخب الجزائري. ممتازة بين عوار وريان، ريان على الجهة اليسرى، ريان يبحث عن مراوغة عن عرضية. السلام على الكرة ويا سلام على تصويبة من بغداد بنجاح، ولكن ردة فعل ممتازة من فيكتور جونسون.
الآن المنتخب بدأ يتحرك مع عادة النتيجة، لكن حذاري من الهجمات المرتدة السريعة. تحول الكرة إلى ركنية للمنتخب. لازم نشوفوا هدف للمنتخب الجزائري لإسماعيل، البحث عن تصويب. أوه السلام، أوه يا السلام على هدف في منتهى الروعة يا إسماعيل، هدف في منتهى الجمال، في غاية الروعة، تصويبة من مسافة بعيدة. إسماعيل بن ناصر يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. 4-1 صارت النتيجة. شوف الإعادة، شوف تصويبة من بعيد بهذا الشكل، استقرت في مرمى فيكتور جونسون بطريقة ممتازة جدا، تصويبة مثالية انتهت في شباك المنتخب السويدي. هدف على طريقة الكبار، وكم أنت كبير يا إسماعيل بن ناصر، قوية جدا لم يرها الحارس جونسون، فقط شاهدها وهي تهز شباكه وهي تستقر في شباك منتخب السويد قبل 4 سنوات. منفذة أسامة، هذه كرة في ظهر الدفاع، كرة من ياسين بن زيا في القائمة الثاني بالراس، والدفاع السويدي يتدخل بصعوبة. بيرهاردسون إلى الركنية على الجهة اليسرى، البحث عن مرور، عن عرضية، هذه فرصة ربما الثاني قد يأتي للمنتخب الجزائري. الثاني، الهدف الثاني، رامي بلسبعيني يضيف الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، وفرحة جماهيرية هنا على مدرجات ملعب ستروبيري أرينا. هدف ثاني، قلت أن المنتخب الجزائري تحسن أداؤه وبإمكانه أن يضيف الهدف الثاني، سجل الأول وسجل الثاني، والانطلاقة والمرور رائع في منتهى الجمال. الانطلاقة ثم العرضية بعد ذلك، والمتابعة جاءت من ياسين بن زيا، هو من سجل الهدف الثاني. يا سلام على ياسين، ويا سلام على التمريرة جاءت من بن طالب، من البديلين بن طالب وبن زيا. صنع فرصة الهدف الثاني، ضاعت ولكن عادت ليمين فوق المرمى. امام كوير، المساحه لينطلق، هذا بن زيا، هذه داخل منطقه الجزاء. السلام ثالث للمنتخب الجزائري، امين كويري يبحث عن مراوغه. شوف عوده كليه للمنتخب السويدي، لعبت للعياري داخل منطقه الجزاء، كره سويديه والتغطيه امام اسحاق هين. امين داخل منطقه الجزاء، الثالث ربما هو ركله جزاء، ركله جزاء لامين وللمنتخب الجزائري. ونبيل بن طالب يتقدم امام هذه الكره، نبيل يتقدم، نبيل الثالث للمنتخب الجزائري. نبيل بن طالب، البدلاء صنعوا الفارق للمنتخب الجزائري. بن زيا سجل الثاني وبن طالب سجل الثالث، والمنتخب الجزائري صراحة عاد في النتيجة، وردة الفعل كانت ممتازة لعناصرنا بعد ما كانت متأخرة ب4-0، قلصت الفارق إلى هدف واحد وسجلت 3 أهداف، وهذا هو الأجمل في المنتخب كما ذكرت، مع عدم نكران وجود بعض الهفوات الدفاعية. يا سلام على الثالث،